بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأتم حال. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. معانا 3 فيديوهات في الفيديو دوت. اول حاجه طريقه عمل باستري كريم. شوفي حضرتك تبارك الرحمن متماسك ازاي وناعم وجميل بمقادير سهله وبسيطه. ومعانا كمان النوتيلا اللي دايبه الجميله اللي بطعم البندق، ومعانا كمان تحليه اقتصاديه لاطفالنا. شوفوا تبارك الرحمن النوتيلا جميله ازاي ومتماسكه جميله سهله الدهن. ارجو ان حضرتك تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك من حضرتك جميل، وتعليق طيب زي حضرتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله نبدا بالمكونات بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ديت حبايب قلبي الكيكايه بتاعتي او التورتايه البسيطه بتزيينه بسيطه برضو هتشوفوها في قلب الفيديو ان شاء الله. تابع الفيديو من الاول للاخر، اعملي له شير لاصحابك لو عجبك الفيديو باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بمكونات الأول بتاعة الباستري كريم. معايا نص كوباية من الزيت، وكمان مكعبين كبار من الزبدة غير المملحة، كوب من السكر البودر أنا ضربته في البيت في الخلاط، وكمان 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وكوباية من اللبن البودر. والإزازة دي مكسب من طعم البندق علشان يديني طعم النوتيلا ان شاء الله. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي زينب بتسلم عليكم وتقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. هنجيب بولة نظيفة وننزل ان شاء الله بالكوباية بتاعة الكريم البودرة. احنا كده هنبدأ العمل في اللبن المكثف المحلى، وهننزل كمان بكوباية السكر البودر المنخولة. انخليها مرة و2 عشان تكون ناعمة معاكي، وببدأ اقلب كويس زي ما حضراتكم شايفين علشان الخليط يتماسك مع بعضه. هبدأ انزل بمكعبين الزبدة اللي هم بحرارة المطبخ. زبدة تكون نوعية كويسة، هي زبدة غير مملحة طبعا. وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. دلوقتي انا حطيت نص كوباية من المية المغلية، معلش انا اسفة هي ما اتصورتش، بس هي نص كوباية من المية المغلية. وهبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى اقلب بالاسباتوله بتاعتي، وبعد كده هقلب بالمضرب الكهرباء علشان خاطر تتقل معايا وتكون متجانسه. هنا لازم الخطوه دي تكون معايا مظبوطه، لازم ان انا اضرب كويس جدا بمضرب الكهرباء علشان خاطر المكونات تمتزج كويس جدا مع بعضها وتديني نتيجه كويسه. هنا بوري لحضراتكم ان القوام جميل جدا تبارك الرحمن. طبعا هو هيتقل معايا كل ما هسيبه. انا هجيب بقى برطمان ازاز معقم، وهبدا ان انا افضي الكريم باستري بتاعي. طبعا هو برد في الطبق زي ما حضراتكم شايفين، وهقفله بالغطا ان شاء الله وادخله في التلاجة علشان يتقل. ده بقى الكريم باستري اللي هاخد منه كوبايه علشان نعمل العمل التاني، وهو ان شاء الله النوتيلا. انا بوري لحضراتكم ان انا بقى طبعا ناصحه وشاطره اهوت، وفضيت كل اللي في البوله علشان حرام طبعا ما نرميش المكونات ديت. جميل جدا واحلى من اللي بيتباع بره وانضف، ومكوناته اقتصاديه جدا في البيت. اعمليه حبيبه قلبي وادعي لي. احلى لايك منكم لماما رحاب. هبدا ان شاء الله ان انا اجيب الغطا بتاعه وهحطه في التلاجة لمده ساعه، وبعدين هناخد منه كوبايه. دي بقى مقادير النوتيلا. هننزل بالمعلقتين الكبار من الكاكاو الخام زي ما حضراتكم شايفين. استخدمي الكاكاو الاسباني نوعيته نظيفه. المعلقتين الكاكاو دول 20 جرام من الكاكاو الخام. وهنزل كمان بنص كوبايه من زيت الذره او اي زيت حضرتك بترتاحي له يكون ريحته نظيفه. وبقلب كويس زي ما حضرتك شايفه كده. وببدا اجيب بقى الباستري كريم بعد ما تقل. لا الاول ده حبايبي ريحه طعم البندق. هنحط معلقه صغيره
علشان نكهة البندق تكون باينة معانا في النوتيلا وتدي طعم كويس. وهنبدأ ان احنا نقلب الخليط مع بعضه. انا هنا بحاول اقرب لحضراتكم المكونات وشكلها عامل ازاي، ونبدأ ان احنا نقلب كويس جدا عشان كل المكونات تتماسك مع بعضها. لو وصلت معايا لحد هنا من فضل حضرتك تعملي لايك وتكتبي تعليق حلو زي حضرتك علشان القناة تكبر بيكم ولحضراتكم، ويا رب ما يحرمنيش منكم ابدا ويديمكم نعمة في حياتي بإذن الله. لو نكهة البندق مش متوفرة بنحط معلقة صغيرة من نسكافيه سريع الذوبان. وزي ما حضراتكم شايفين هبدأ ان انا اقلب كويس جدا. لو حضرتك وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك من فضل حضرتك علشان القناة تترفع وبحضراتكم، وكمان ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم. ببدأ ان انا اجيب كوباية 250 جرام من الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه وسيبناه في التلاجة حوالي ساعة. شوفي تبارك الرحمن بدأ ان هو يتقل معايا اهوت. هو بصراحة هنا ما لحقش يقعد ساعة، انا حطيته حوالي ربع ساعة بس علشان ابدأ استخدمه معايا في الوصفة. هاخد كوباية زي ما حضراتكم كده، ولو بالميزان هيبقى 250 جرام من الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه مع بعض في العمل الاولاني في بداية الفيديو. طبعا هيدي قوام جميل جدا. هنا بقول لحضراتكم شوفوا هو تقيل ازاي تبارك الرحمن وجميل جدا، سايب اثر على الكوبايه بتاعتي. انا بقرب لكم هنا على الطبق او البوله اللي بعمل فيها. ببدا افضي زي ما حضراتكم شايفين. شوفوا تبارك الرحمن معلم علامه كبيره في الكوبايه اهوت، ده دليل على نجاح الوصفه والتقل بتاعها. بعد كده هوريكم في الاخر خالص ان البطرمان التاني اللي لسه في التلاجة هيتقل جدا. ببدأ ان انا اقلب كويس بالمعلقة بتاعتي او بالاسباتيولا. وابدأ اضرب كويس جدا بالمضرب الكهرباء او بالهاند بلندر باي آلة متوفرة عند حضرتك. طبعا كل ما اضرب كويس في النوتيلا بتاعتي هتديني قوام متماسك وتقيل وناعم جدا، وباذن الله هيكون طعمه تحفه. انا والله كان طعمها جميل جدا واستخدمتها في العمل اللي هنعمله بعد. حبايبي اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن يوميا ولو آية واحدة، وفهم هذه الآية والعمل بما فيها بقدر المستطاع. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله نبدأ بقى نضرب بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربائي زي ما حضراتكم شفتوا. كل ما بنضرب زي ما قلت قبل كده كل ما بضرب القوام بتاع النوتيلا بيكون تقيل، وكمان بيبقى ناعم ويبقى يكون زي الاسبريد بتاع النوتيلا اللي بنشتريها من بره. وكمان هتكون نظيفة في البيت وكمان عاملينها من مكونات اقتصادية جدا. شوفوا القوام بتاعها تبارك الرحمن. بدأت ان شاء الله تبارك وتعالى ان انا اجيب بطرمانات ازاز معقمة وفضيت فيها النوتيلا بتاعتي. شوفوا تبارك الرحمن بتلمع ازاي وجميلة وتقيلة وسبريد جدا وناعمة جدا. هتكون سهلة الفرد جدا على العيش الفينو او التوست او على اي كيكة او جاتو ممكن حضرتك تغلفي بيه. هنبدأ طبعا نغطيها بعد كده وندخلها في التلاجة. شوفوا تبارك الرحمن بوريكم القوام بتاعها جميل جدا. بتلمع طبعا علشان خاطر ربع معلقة الزيت، ربع كوباية الزيت وقطعتين الزبدة اللي بحرارة المطبخ. هنشوف ان شاء الله العمل الثالث وهو هنعمل تحلية لاولادنا عبارة عن كيكة هنستخدم فيها كاكاو، تلت كوب كاكاو خام بدون سكر، وبيضة، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و1 معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوب سكر، ونص كوب زيت ذرة، ونص كوب حليب او لبن، وكوباية من الدقيق. انا بعبي الدقيق بالمعلقة الكبيرة، والدقيق يكون متعدد الاستخدامات او جميع الاغراض، بنخله 3-4 مرات علشان خاطر يسبب نجاح الكيك بتاعي. بنزل بالسكر بتاعي اللي هو نص كوب السكر وكوباية الدقيق ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كمان صغيرة من البيكنج صودا. والبيكنج صودا هنا أساسية، هي ما تصورتش معايا أنا أسفة، لكن افتكرت تحطي معلقة صغيرة من البيكنج صودا.
علشان ترفع معايا العجين وتخليه هش ومرتفع وتبقى كيكه ناجحه وهشه. وببدا ان انا اقلب كويس زي ما حضراتكم شفتوا. بالنسبه للكاكاو، تلت كوبايه كاكاو خام. انا مستخدمه ان شاء الله، ممكن تستخدمي الاسباني، انا مستخدمه الكاكاو العادي. هنا حوالي تلت كوبايه او نص كوبايه، مش هتفرق معانا. او حوالي 3 معالق كبار من الكاكاو. وببدا يا حبايب قلبي 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو. وببدا ان انا اقلب كويس كده زي ما حضراتكم شايفين. وبجيب بوله كبيره بقى وانزل فيها بالبيضه بتاعتي. ممكن تحطي كاكاو، طبعا البيضه دي كبيره، ممكن تحطي كاكاو حسب ما حضرتك بتحبي. عايزاه تقيل خليه 3 معالق كبار مليانين قوي. عايزاه مش تقيل حطي معلقتين ونص كاكاو. وبعدين بنزل بنص كوبايه اللبن ونص كوبايه الزيت. يا ريت يكون زيت نظيف، زيت ذره مثلا، او زيت دوار الشمس علشان يديكي ريحه كويسه. وحطي ذره ملح كمان ما تنسيش. وببدا ان انا اقلب بالاسباتيولا بتاعتي. هقلب كويس جدا المكونات السايله اللي معايا. وهبدا ان شاء الله، طبعا بتقلبي حوالي مثلا 5 دقايق. انا سرعت معاكم المقطع دوت. كل ما بتضربي كويس في الخليط السائل بيكون ناجح. بنزل بقى بالمكونات الجافه على 3 مراحل واقلب كويس جدا علشان خليط يكون متماسك مع بعضه ويكون ناجح. انا طبعا برضو مسرعه لحضراتكم الفيديو علشان خاطر ان انتوا ما تزهقوش. اللي يوصل معايا لحد هنا بالله عليكم يعمل لي لايك وتعليق حلو. دي بقى نص كوبايه من الميه المغليه، دي بنزل بيها في اخر حاجه. ميه تكون مغليه نازله من على النار دلوقتي حالا، ما تخافيش مش هتبوظ العجين ولا حاجه. ده هي دي سبب نجاح الكيك بتاعي. هتلاقي الخليط في الاول بقى خفيف معاكي، ما تخافيش، ده كده ناجح جدا وكمان حلو قوي. وهنزل بالميه المغليه على مرتين، مره اهوت وقلبت، وحضراتكم هتشوفوا كمان المره الثانيه. واهوت دي بقيه النص كوبايه المغليه. جبت صينيه بقى مقاس 20 بحضرها، وبدهن الصينيه بزيت وبدقيق علشان خاطر ما يتحرقش الكيك بتاعي في الفرن. لو ما فيش عند حضرتك صينيه مقاس 20 دي مقاس 20 اهيت. لو مش عند حضرتك متوفره بجيب صينيه ليها حافه مرتفعه وما تكونش واسعه جدا، تكون على قد الخليط اللي هو بيضه والمكونات دي. بدهنه زي ما حضراتكم شفتوا بالدقيق وبالزيت او الزبده. وبنزل الخليط كله وبكون مولعه الفرن مسبقا قبلها بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق. وبحط الصينيه بتاعتي في الرف الاوسط على درجه حراره 180. هتقعد معاكي حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه. وبضربها كده 3 مرات كده على الكاونتر او رخامه المطبخ عشان اطلع منها الهواء. دي طلعت اهيت حبايبي. بعد كده طبعا بجيب خله الشيش طاووق وبدخلها في قلبها، ولو طلعت ما فيهاش اي عجين بتبقى خلاص استوت الكيك بتاعي. وبجيب السكينه وبفك الحواف كده زي ما حضراتكم شايفين. بدات بقى ان انا اجيب الكيك بتاعي هنا اهوت علشان يبرد. لازم يبرد يا حبايب قلبي. اللي وصل معايا لحد هنا بالله عليكم يعمل اللايك علشان يترفع الفيديو والقناه تكبر بحضراتكم. نصيحه من ماما رحاب، لازم تعملي الكيك دوت من قبلها بيوم بالليل علشان تنشف معاكي. ولما تيجي تقطعيها زي ما انا قطعتها جزئين كده ما تكونش مفروله وتبهدل لك الوصفه بتاعتك. جبت بقى النوتيلا بتاعتي الجميله السبريد الناعمه الدايبه اللي ريحتها احلى من النوتيلا بتاعت بره الاقتصاديه الجميله. وبدات ان انا شوفوا حبايبي تقيله ازاي وجميله تبارك الرحمن. بدات ان انا حشيت في نص الكيك بتاعي نوتيلا، وكمان قلت افرح الاولاد وشوفوا جميله تبارك الرحمن وجي مسكت ازاي وبقت جميله. والله العظيم كان طعمها احلى من اللي بره. تبارك الرحمن يا حبايبي، جميله جدا وسبريد وناعمه قوي وطعمها كان تحفه. وكمان طعم النوتيلا، طعم اللي هو الازازه الصغيره بتاعت نكهه النوتيلا مخليه بتاعت البندق مخليه طعمها بندق جدا وجميله جدا تبارك الرحمن. زينيها بقى عند حضرتك باي حاجه. انا كان عندي اللي هو الشيكوبون بتاع الاطفال دوت، جبت منه كيسين بس وبدات ان انا ازين كده.
يلا قومي اعمليها وتشجعي، كلكم شاطرين وتقدروا تعملوا اي حاجه. انا ما اتولدتش طباخه ولا كنت بعرف اعمل اي حاجه، كلنا بنتعلم من بعضنا. وبوريكم حبايبي بقى هنا كمان ادي النوتيلا ادي اللبن المكثف المحلى بتاعي، تبارك الرحمن. شوفوا تقيل ازاي، اجمل من اللي بره، وبمكونات اقتصاديه، وطعمه والله جميل جدا، احلى من بره. شوفي النعوميه بتاعته، تبارك الرحمن. احلى لايك لو وصلتي معايا لحد هنا بالله عليكي، علشان القناه تكبر بحضراتكم وليكم، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. وشكرا جدا على حسن المشاهده. شوفي حبيبتي متماسكه جدا ازاي، ما بتنزلش من المعلقه بتاعتي. طبعا هي كانت في الثلاجه وطلعت. وادي كمان النوتيلا الجميله الخطيره، خطيره جدا ما شاء الله، بتلمع علشان خاطر الزبده اللي فيها والزيت. لو حضراتكم ليكم اي تعليق او اي سؤال اكتبوه لي في التعليقات وانا هرد على حضراتكم. اتشرفت بمعرفتكم الغاليه، واتمنى لكم السعاده في الدنيا وفي الاخره، ورضا من الله تبارك وتعالى. قد ايه هي جميله تبارك الرحمن، انا كنت فرحانه بيها جدا. احلى لايك منكم. وادي التحليه بتاعتي الجميله في الاخر. شكرا لحضراتكم لحسن المشاهده وحسن المتابعه، ويا رب اشوفكم على خير، وكل عام وحضراتكم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.